اول ما تشوف شق صغير في الجدار لا توسوس وتقول المقاول غشني، البيت بيطيح علي. هدي اعصابك، التصدعات في المباني انواع ولازم انك تعرف الفرق بينهم عشان ما يلعبون عليك عمال الصيانه. اذا شفت شق كذا شعري بسيط على الجدار سواء كان رأسي أو أفقي غالبا هذا يكون تمدد أو تقلص في الياسة أو البوية، وهذا طبيعي جدا في أول سنوات البيت ويسمونه تريح المبنى، وحله بسيط جدا معجون وبوية وانتهينا. لكن متى تخاف وتدق سلف وتروح تجيب المهندس؟ إذا شفت أن الشق مايل بزاوية 45 أو كان الشق كذا شوية عريض لدرجة أنك تقدر تدخل قلم رصاص فيه، أو يكون الشق هذا في الأعمدة أو الجسور الخرسانية نفسها، هنا أنا أقول لك وقف، ترى هذا تصدع إنشائي خطير ويعني فيه هبوط في القواعد أو مشكلة في التسليح. فالله يرحم والديك لا تخلط بين الاثنين، لا تخلي أي عامل يجي ويلمس الشق يسلك لك بمعجون وبوية وتقول خلاص انحلت المشكلة. لا، لابد انك تعرف وش نوع الشق هذا اللي على الجدار وبناء على معرفتك تتصرف. واتمنى ان المعلومة هذه تكون افادتكم. البرنامج هذا برعاية كهرباء الجنوب جنوب.